اكتر عقوبه لجنه المسابقات الهزليه عقوبه تضحك. يعني كان من الاول انت كده بتدي مبدا ان القلم بماتشين. مش مبدا، لا القلم بماتشين. العقوبات يا استاذ خضري يا في اتحاد فندم. الكوره درجات. يعني هو لما بيراميدز اشتكى كانوا سكتوا لحظه بس، كانوا لا هو اخذ العقوبه وفق لائحته كمسابقات لما اعتبرها سلوك غير رياضي. لما اعتبرها مين اللي خلاه يعتبرها بقى ان شاء الله؟ بس لما بيراميدز اشتكى رابطه الانديه اعلنت يعني حضرتك ان هي حولت الشكوى من شويه قال كده يا فندم. ده راحت التظلمات، ده الراجل 12 ماتش الدوري خلص وما توقفش. خلينا في دي بس، سيبنا مش قصتنا بقى. لا هي دي قصتنا. طب نتكلم يعني على ال 12 ان مفيش ما هو دونجا ما توقفش يا فندم. ما يتوقف وانا قلت لك ما توقفش. طيب انت يعني حاجه تقول دونجا؟ لا يعني الخطا، شايف دونجا رايح جاي في الماتشات ما يتوقف. الخطا وانا قلت لك ما توقفش. لازم يتوقف، اي حد غلط لازم يتوقف. لكن انت تسيبها كده تقول لي لا ما هو انت جيت بتاع هيتوقف وبعد كده الدوري يخلص وبعدين يقول لك ماتش دوري حاجات كده غريبه. طبعا عقوبه هزليه. انا ما بقولش انه يتذبح، بس هو غلط وعارف انه غلط واعتذر. فاحنا ليه بنبرر له الغلط؟ ليه؟ ما احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ اما بنعمل العقوبه يعني ولا اضرب انا كل لعيب يجي بعد كده يضرب واحد قلم تقول لي توقف ماتشين؟ لا ما تكترش بقى. يجي حسين شحات في الاستوديو يرزقك واحد دلوقتي تتوقف حلقتين. النادي الاهلي مر بمرحلتين، ما قبل بحا وما بعد بحا. قبل بحا الكره تيجي في مناخير الواد جون، طبعا رجله صغير جون، يجي في شعره جون. اي كره تيجي في النادي الاهلي من غير ما تروح في عارضه ولا الجون يصدها تروح مطلع لوحدها. ده ما قبل بحا. بعد بحا ده لاعب حرس الحدود درجه ثانيه، وحرس الحدود هو اللي كان غالب على فكره، ولاعب بيراميدز اللي بقاله سنين ما كسبوش 3 مع الرافه. ده غير الاثنين اللي الصبي بتاع بحا كان لسه موجود. ثانيه واحده من فضلك. فانتوا اتريقتوا واديكوا شفتوا مرحله بحا ومرحله ما بعد بحا. دول مرحله. ادي واحد. 2 وش السعد امام عاشور من ساعه ما جه لنخان ما شاء الله. انا كل ما افتكر منظر امام عاشور هذا البلطجي وهو بيضرب وليد سليمان في الامارات بالجزمه في ظهره، اقول فعلا الله يرحمك يا صالح يا سليم. يا عم دي حاجات ما بين اتنين اهلاويه، تقول لي دخلكوا انتوا، داخل ما بين البصره وقشرتها ما ينوبك الا دمعتها.